لكن انا الطرحه دي طرحتها. دي جيبها فلت صار فستان بتاعها بقيته عندي. بس اقرا لو حابب اللي فاضله لي منها هي وشحن تليفون صغير كنت جايبه معايا في الشنطة من عندها. احنا جينا عشان نفطر هنا ويا ريتنا ما جينا. يا ريتنا ما جينا اشوف فضلنا هنا. معرفش ان دعاء دي اللي تقتل وتقتلها ليه وعشان ايه؟ مش حرام؟ حرام عليها ما شافتهاش وهي بتفرفر في ايديها او اي حاجة كانت ترحمها لوجه الله الكريم. ترحم قلبي اللي مش راضي يبطل فيه عذاب. خلاص كل حاجة حلوة راحت وفرقتني. يا رب ارحمها برحمتك يا رب. والله عارف انها في الجنة لان اللي زي دول اتخلقوا للجنة ورايحين الجنة. اللي زي دول ملايكة على الارض ما يستاهلوش يعيشوا في وسط شياطين. حسبي الله ونعم الوكيل بالله ذا كفر وكسر قلبي عليك يا رب. عروسته يفوقني عشان تعب. لما حد يجيب لي عروسته يا ناس ريحوني يا رب. رحت عندك انت يا رب ريح. رحت عند ربنا. يعني ما وجعكش ان هم اتهموك؟ لا ما وجعكش ان الناس قالت عليك ان انت اللي قتلت؟ لا انا قلت الحمد لله رب العالمين انا ما قتلت. اللي وجعك وما فاطمه؟ قتلتش. اللي وجعنا فاطمة حبيبتي سابتني ومشت ليه وغدروا ليه. هما قالوا ان انا قتلت والنيابة اكدت لا. انا كنت قدام النائب العام او وكيل النائب العام وقفنا كلنا قدامه سألنا بدل المرة 100 وتعذبنا بدل المرة 1000. والله ما كان فارق معايا وجع قد فراق. كل اللي فارق معاك فاطمه؟ ماليش حد غيرها. اخر كلام كان بينك وبينها، اخر ذكريات انت بتفتكرها، معلش الكلام مؤلم بس عشان الناس تعرف حب محمود لفاطمه. اخر كلام كان ما بيننا لما جبت السحور. السحور ما كفناش وكنت انا وهي اللي بنجيبه. جبت سحور بحوالي من 360 جنيه وقعدت اقول لها